السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ طبعا ام مودي. خلاص انتوا حفظتوا خلاص. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بصحة وسلام وسعادة يا رب. النهارده الفيديو بتاعنا فيديو كده مش عادي بالنسبه لي انا. انتوا عارفين دايما بحب اقول لكم كل حاجه. النهارده بالنسبه لي اليوم مش عادي خالص. النهارده عيد ميلاد محمود ابني الكبير. عايزه اقول له كل سنه وانت طيب يا حبيبي، كل سنه وانت بخير، كل سنه وانت بصحه وسعاده ونجاح دايما. ربنا يهديك ويصلح لك حالك يا رب، ويوفقك في حياتك وينجحك دايما يا رب كده في حياتك، اللهم امين. كل سنه وانت بخير، كل سنه وانت بصحه وسلامه وسعاده، ربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه، اللهم امين، ويحفظك ويخليك ليا ويبارك لي فيك انت ومصطفى يا رب كده، ويخليك كمان لاخوك مصطفى حبيبي. ويخليكوا دايما سند لبعض وتبقوا عون لبعض طول العمر يا رب. ما فيش حاجه تفرقكم ما بين بعض ابدا ابدا. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانتوا دايما كده في حياتي ومنورين حياتي، ربنا يخليكم ليا ويديمكم كده في حياتي نعمه يا رب، اللهم امين. دي اجمل هديه ربنا عطاهالي، ربنا يخليكم ليا ودايما تكونوا جنبي وسندي. ما تحرمش منكم ابدا. كل سنه وانت طيب يا محمود يا حبيبي، كل سنه وانت بخير يا حبيبي وفي الف خير، ربنا يهديك ويصلح لك حالك ويهديك عليا يا رب، اللهم امين يا حبيبي يا رب. يلا خدكم كده بقى على عيد الميلاد. رحت بقى كده ايه، طلعت الايه الحاجه من النيش. ما هو الغالي بقى لازم اطلع له بقى ايه اول فرحتي زي ما قلت لكم كده. حبيبي ونور عيني طبعا اول فرحه ليا. كل سنه وانت طيب يا حبيبي يا محمود، يخليك ليا انت ومصطفى، ويبارك لي فيكم يا رب ويحفظكم ويخليكم دايما كده لبعض طول العمر يا رب، وتبقوا سند دايما لبعض كده ودايما مع بعض على طول، ما فيش حاجه تفرقكم ابدا. ربنا يهديكم لبعض يا رب ويهديكم عليا ويهديني ليكم برضو، ربنا يخليكم يا رب. عايزه اقول لكم والله تربيه الولاد مش بالساهل فعلا بجد، ربنا يعيننا جميعا، واكيد كل ام عارفه ان انا بقوله ده. تربيه الاولاد مش بالساهل والله، ربنا يحميهم ويخليهم لنا ويبارك لنا فيهم ويحفظهم يا رب، قادر يا كريم، ويكرمنا فيهم كده. ويعني دايما كده نكونوا فرحانين بيهم يا رب، اللهم امين. طلعت بقى الحاجه من النيش. فتحت بقى النيش بقى، ما انا بقول لكم بقى عيد بقى ايه ميلاد، عيد ميلاد بقى ايه الغالي بقى كده. طلعت بقى ايه كده الكاسات عندي، وطلعت الاطباق بتاعه الجاتو. طلعت بقى ايه الشوك، طلعت كل حاجه بتخص بقى ايه كده العيد الميلاد بقى ايه. وطبعا بقيت احط بقى بقيت بفضي بقى الحاجه الساقعه كده في الكاسات. يعني طلعت كذا نوع يعني حسب بقى المتاح عندي. انتوا عارفين بقى الولاد بقى ما خلوش بقى خلاص، يعني انا كان عندي كذا نوع والله يا جماعه بجد، بس خلاص يعني كل حاجه الحمد لله. يعني اطلع كوبايه او مج او كاس او اي حاجه الاقي كله، بصوا يعني الطقم بيبقى 6 الاقيه مثلا 4، الاقي 3، الاقي 5، يعني لازم في كل طقم عندي كده في واحده او 2 مكسورين. يلا مش مشكله، فداهم كل حاجه، اهم حاجه هم يكونوا بخير وبصحه دايما وسلام ويكونوا دايما مبسوطين كده، دايما يكونوا موجودين في حياتي يا رب. ربنا يسعدهم يا رب. كل حاجه تتعوض الا بجد الولاد والصحه وراحة البال بجد والله العظيم. كل حاجة ما فيش أي حاجة يعني. أهم حاجة فعلا بيكونوا بس هم يكونوا بخير ويكونوا دايما في نجاح دايما كده، ويكونوا سالمين دايما. ربنا يبارك لي فيكم بجد، ربنا يخليك ليا يا محمود ويهديك ويصلح لك حالك، ويخليك ليا يا مصطفى ويشفيك ويكمل شفاك على خير، وافرح كده بشفاك يا رب. اللهم امين، ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. فضيت بقى الحاجة دي كده ايه، وجهزت بقى كل حاجة عشان خاطر عيونك يا استاذ مصطفى وانت ومحمود. عايزه اقول لكم لما بيكون عيد ميلاد حد فيهم التاني بيبقى فرحان له برضه، يعني بيبقى مبسوط. ده عيد ميلاد محمود او مصطفى يقول لي لا ده عيد ميلاد كده، يعني هما الاتنين بيبقوا مبسوطين لبعض وفرحانين. مش حدش بيزعل، محدش مثلا بيتضايق او انت عملتي لي وما عملتروش، لا ان شاء الله. يعني ايه بحاول ان انا ايه اعملهم هما الاتنين زي بعض. كل عيد ميلاد للتاني اجيب له برضو التورته، اجيب لهم الحاجه، يعني ربنا يعيني يا رب كده ويعين باباهم فعلا على ظروف الدنيا اللي احنا فيها دي، ويصلح لهم الحال يا رب. هنا بقى جبت كان جاب لي الصراحه، انا ما عملتش حاجه، انا جبت الحاجه جاهزه زي ما عملت في عيد ميلاد مصطفى بالظبط. انتوا عارفين بقى الوقت وفي دراسه وفي دروس وفي امتحانات، خلاص احنا عندنا امتحانات الشهر الاسبوع الجاي. فما فيش وقت بقى ان انا اقف يعني فاهميني واعمل بقى وكده، هضيع يوم يومين يعني، فما فيش وقت والله بجد فعلا. فبعت اجيب جاهز
حلو. بصوا البقسماط ده حلو قوي. هو بالكمون بس حلو قوي قوي يعني جميل. اما انا عندي هنا كمان ولاد بيحبوه وانا كمان بحبه، فبعت جبت لهم اهو. بصوا جبت كمان بيتزا، هما بيحبوها، الميني بيتزا الصغيره دي. بحطها لهم كده في الاطباق وياكلوها بألف هنا، هم بيحبوها يعني دايما جنب التورته. وكان يوم حلو بجد، كان يوم جميل والله محمود بجد يعني. كان يوم كله فاهمين انبساط، اتبسط وقضى يوم برضو مع العيله وكله، مع تيتا وجده وكلنا اتجمعنا. دايما يا رب نكونوا متجمعين دايما في الخير كده دايما، مفيش حاجه تفرقنا ابدا عن بعض ابدا يا رب، اللهم امين. دايما نكونوا كده متجمعين. لمة العيله والله يا جماعه بتبقى حلوه قوي. لما تكونوا كده دايما متجمعين مع بعض ومبسوطين وفرحانين، بيبقى يوم حلو والله بجد فعلا. بصوا اهي كانت حلوه، كانت طريه يعني، كانت جايبها لي كمان طازه. بس كنت بقول له حلوه، جايبها طازه. انا عجبتني الصراحه. هنا وبيبقى مخبز هنا جنبنا بيعملها. بيعمل بقى الحاجات دي بقى كلها، النواشف دي، وبيعمل حاجات تانية كمان. غير البيتزا والبقسماط بيعمل حاجات كلها نواشف. بس انا يعني هما اكتر حاجه هنا بيحبوها عندي، بيحبوا البقسماط ده النوع ده، وبيحبوا البيتزا. يعني انا عندي هنا بيتزا بقى كبيره صغيره اي حاجه، المهم بيتزا خلاص. انا عندي كمان بيشيلوا لما اعملها لهم او اجيبها مثلا كده جاهزه، بيشيلوا الطماطم والحاجه دي وياكلوا بس قرص البيتزا بس. يقولوا لي احنا عايزين ناكل اللي هي العجينه يعني، مش عايزين ناكل اللي فوق الوش ده، لا. حتى لما انا بعملها لهم هنا يشيلوا الطماطم يشيلوا الفلفل، ممكن ما يشيلوش الطماطم بس بيشيلوا الفلفل يشيلوا كل حاجه وياكلوها كده هي بس. هنا بقى كنت رصيت بقى الحاجه هنا على السفره، حطيت بقى طلعت الحاجه الساقعه تمام. وكانت التورته كمان وصلت الحمد لله بالسلام يعني. كانت التورته جت. بابا الله يكرمه يا رب ويخليه لنا ويبارك لنا فيه، راح جابها له. احنا بنوصي عليها قبليها بيوم بالظبط، يعني قبلها بيوم بنروح بابا يوصله عليها. ويقول له مثلا عايزها مقاس كام في كام، ويطلبها مثلا شوكولاته ولا فانيليا او نص ونص حسب بقى ما احنا عايزين. ونقول له مثلا يكتب عليها طبعا اسم مصطفى او محمود، وبيعملها لنا تاني يوم على طول، يعني بتبقى جاهزه، بتبقى طازه وكده. بيروح يعني نتفق على الميعاد وبيروح يجيبها لي على طول يعني. صراحه كانت جميله جدا، حلوه قوي قوي بجد يعني. المره دي كانت حلوه، كانت طازه كانت طعمها بجد حلو. الله ينور يعني بجد. انا بقى رصيت كل حاجه، حطيت بقى البيتزا وحطيت البتونساليه وحطيت الاطباق وكل حاجه بقى. كانوا هنا بقى بيتخانقوا عايزين جايبين كده صواريخ، عارفين اللي هو بتتولع كده وبتعمل كده زي اضاءه او بتعمل زي شار زي كده مش عارفه. كانوا بيتخانقوا عايزين هما الاتنين يحطوها. طبعا ده يقولوا ده عيد ميلادي وما مصطفى عايز يحط، اقول له طب خليه يحط معاكي، يقول لي طب حاضر هخليه يحط بس عشان ما يبوظهاش. فكل واحد بقى ده لا عيد ميلادي، طب انا بقى عيد ميلادي الجاي انا مش هخليك تعمل معايا. مصطفى اللي كان بيقول كده عيد ميلادي الجاي ان شاء الله مش هخليك تعمل، مش هخليك تحط معايا. بيتخانقوا دايما يا ربي، ربنا يهديكوا دايما يا ولادي يا رب. انا بقى كان حاطينا الشمعة 12. عقبال كده يا رب العمر كله حبيبي يا رب، عقبال مليون سنة في صحة وهنا وسعادة وراحة بال. يعني يهديك يا حبيبي ويصلح لك حالك ويبارك لك في حياتك دايما. ربنا يكرمك يا رب انت ومصطفى، واشوفكوا احسن الناس يا رب، واشوفكوا في احسن حال دايما. يديكوا العمر كله حبايبي في هنا وسعادة وراحة بال، ودايما تكونوا كده مع بعض ودايما متجمعين. ربنا يكرمكم ويبعدكوش عن بعض ابدا يا ولادي يا رب، اللهم امين. دايما تكونوا مع بعض وسند لبعض. وانا بقى بصوا كان كل واحد بقى طب انا هحط هنا، طب انا هحط، طب نحطهم ازاي. كانوا لسه بقى بيفكروا يعني يرصوا الصواريخ ازاي بأني اتجاه يعني وبأني جهه. خلاص بقى كده الشكل خلاص رصينا وحطينا الصواريخ وحطينا الشمعة الحمد لله. يعني استقروا اخيرا يحطوهم ازاي، حطوهم كده على الطرف زي ما انتوا كده شايفين بقى وحطوا شمعة كده في النص اهو. وحطينا كل حاجة. كانوا بقى هنا مستنيين بقى تيتا وجده والعيلة يعني نتجمع كده ونعمل بقى العيد ميلاد بعد معاناة. يعني ان هم رصوا خلاص الصواريخ دي، كانت قصة تانية خالص احنا نرص الصواريخ.
هنا بقى ده عيد الميلاد. بصوا بقى بعد ما بينور يعني بيولعوها كده، بيجيبوا بقى الولاعه ويولعوها، بتبقى شكلها حلو قوي. هنا بقى كان كله بقى تيتا جت وجده. يا ربنا يكرمكم يا رب كده، يا تيتا انتي وجده، ربنا يخليكم لينا ويديكم الصحه والعافيه، ودايما تكونوا منورين حياتنا دايما. ربنا يكرمكم يا رب، ودايما تكونوا معانا. ربنا يخليكم لينا، فعلا نورتونا بجد، ما تحرمش منكم ابدا. اهو ده بقى كان شكل الصواريخ. وخلاص بقى هي دوبك يعني بتنور كده حاجه بسيطه وتخلص على طول في ساعتها، وكانت الشمعة بقى هي لسه موجودة. وهنا بقى كنا بنغني له بقى ايه: عيد ميلاد سعيد يا محمود، كل سنة وانت طيب يا حبيبي. آه ربنا يكرمك ويسعدك يا حبيبي يا رب. لو الفيديو طبعا عجبكم ومكملين معايا لحد دلوقتي، ما تنسوش طبعا اللايك والشير وكومنت حلو كده لمحمود، وقولوا له كل سنة وانت طيب.